هل البياع بيتولد بياع ولا دي مهارة بيكتسبها مع الوقت؟ طبعا الموضوع ده فيه ديبيت كبير جدا. ناس تقول لك ان البيع موهبة، الناس بتتولد موهوبة بالفطرة، وناس تقول لك لا، دي بيبقى عنده شيء من الموهبة بس بننميها وننمي قدراته بقى بالتريننج وبي وبي وبي. طيب انا عندي وجهة نظر، واحترم اي حد يختلف معايا. انا وجهة نظري ان مفيش حاجة اسمها موهبة، في حاجة اسمها ادوات تولز. يمكن ربنا سبحانه وتعالى ما نقدرش ننكر ده، ميز بعض الناس عن ناس تانية بشوية ادوات. يعني ميز ناس في الكوميونيكيشن، ميز ناس في الجزء السوشيال، ميز ناس في التالنت بتاعت ان هو يقرا الناس او يتعامل معاهم. دي كلها ادوات ربنا سبحانه وتعالى ميز بيها ناس عن ناس، مع اختلافات الناس يعني. بس انا رأيي الشخصي من تجارب حياتي واللي انا شفته ان اي مهارة في الدنيا تقدر ان انت تكتسبها ايا كانت هي ايه. يعني لما تيجي تتكلم على اشهر حاجه في الموهبه اللي بنتكلم عليه هو التمثيل على سبيل المثال. يعني لما تيجي تشوف هل ربنا خلق ناس بقدرات انها تعرف تتقمص شخصيات ناس؟ طب مع احترامي ليك، انا بشوف امثله ونماذج لفنانين بيبداوا حياتهم ضعفة جدا جدا، وما عندوش حتى المينيمم اكسبتد ليفل بتاع الحاجه اللي هو بيعملها، ومع ذلك بيبقى بارع في مجاله مع البراكتس مع الوقت. يعني اتفرج على كريم عبد العزيز، لما تيجي تشوفه في الصوره تطلع حلوه زمان، ولما تيجي تشوفه في حراميه في تايلاند وتيجي تتفرج عليه النهارده وهو بيعمل الفيل الازرق على سبيل المثال، ويقعد بالاربع خمس مشاهد ورا بعض صامت ما بيتكلمش، ومع ذلك قادر يقنعني بالشخصيه وقادر يتقمصها وقادر يشدني انا كمشاهد. فانا ليا وجهة نظر في الموضوع ده. البيع في شويه ناس اتولدت مميزه شويه عن ناس تانية، ده ما نقدرش يختلف عليه اتنين يعني. لكن اللي انا ما اقدرش اتفق معاه ان في ناس مش موهوبه وما تقدرش تحترف المجال المبيعات. ليه بقى؟ لان الموضوع كله عباره عن مجموعه من الستبس اللي انت بتتعلمها وتكتسبها وتجربها، وتجرب اكسبيرينس حياتك في التعامل مع الناس. تغلط مرة، تغلط اتنين، تغلط تلاتة، مش مشكلة، بس هتكتسب الخبرة والمهارة دي. الحياة تجارب واحتكاكات. ولو بتتكلموا على الانسان الموهوب، فانا لو ما كانتش اتيحت ليه الفرصة انه يبقى موهوب او يشوف تجارب، ما كانش بانت موهبته. طب هفترض ان في موهبة، طب انا ما اعرفش ان انا موهوب ولا مش موهوب، اعرف ازاي؟ عمري ما هعرف غير بالتجربه، وغير ان انا اجرب واشوف والكلام ده، واحاول اطور من نفسي ومن ادائي. يعني لما تيجي تقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يبقى في اختراع اسمه كره القدم كان بيخلق ناس عندها مهاره الكره، عندها مهاره الترقيص لا لا لا، انا بالنسبه لي واحد من الناس، انا عملي جدا جدا. بالنسبه لي كره القدم ما هي الا عباره عن مجموعه كده من الريكوايرمنت اللي عند اللعيب. عنده ستامينا كويسه، عنده فتنس كويسه، عنده سرعه بديهه، عنده قدره على التصويب. فهي مجموعه من المهارات اللي لو اشتغل عليها اي بني ادم مره واثنين وثلاثه وعشرة احتمال يحترفها بشكل كبير. علشان كده مش كل اللي بيدخلوا مجال الكوره نقدر نقول عليهم موهوبين، مش كل الفنانين نقدر نقول عليهم موهوبين، مش كل البياعين موهوبين. بالعكس، التجربه اثبتت ان المجتهد اللي بيشتغل على نفسه هيوصل لنتائج عظيمه، اعظم من اللي هو ربنا اداله شويه ادوات كده وشويه مهارات ومشي حاله بيها. اللي اجتهد في تجربه وعمل براكتسنج عالي جدا لكل اللي اتعلمه في حياته، وتست مع ده ويجرب التكنيك ده ويجرب ده ويغلط ويقوم ويقف، يوصل في يوم من الايام انه يبقى عظيم. زيها زي الليدرشيب. انا في رايي وجهه نظري ان الليدرشيب ممكن تكتسب. كل دي حاجات ممكن تبقى اكوايرد لو عملت حاجتين ما لهمش تالت يخلوك تحترف اي مجال. في وجهه نظري الحاجه الاولى هي النوليدج، انك تعرف السكيل دي بتتعمل ازاي، يعني ايه اللي فيها، ايه المعلومات اللي حواليها، اعملها ازاي. الحاجة التانية هي البراكتس، انك اللي اتعلمته ده تطبقه. هيبقى شكلك وحش، مش هتقدر تقف قدام اودينس في الاول، مش هتعرف تكلم عدد كبير من الناس، مش هتقدر تتكلم قدام كاميرا مثلا على سبيل المثال. ومع ذلك مع الوقت والتجربة، واكبر دليل على انا بقوله ارجعوا لليوتيوبرز. بصوا لمجموعة كبيرة جدا من الناس اللي بدأت حياتها في اليوتيوب كان شكله عامل ازاي من كام سنة والنهاردة عامل ازاي. كتير قوي من النماذج دي كانوا بادئين ببرزنتيشن ضعيفه وتون ضعيفه ومش قادر يعبر عن فكرته، بس استمر وكمل وعمل براكتسنج عالي جدا لدرجه ان هو وصل انه يبقى من افضل الناس اللي موجوده دلوقتي بتقدم محتوى على اليوتيوب. فانا وجهه نظري مفيش حاجه اسمها موهبه، في حاجه اسمها
ان انا عندي الانترست بمجال معين، فهمت المجال، اتعلمته، بدات اطبق واحده واثنين وثلاثه، شهر واثنين وثلاثه، لغايه ما احترفت المجال ده. وفي وجهه نظري ان البيع بالذات ما هوش موهبه ولا حاجه، ده احنا حاجه ممكن نكتسبها وممكن نتعلمها لو فهمنا بس اساسياتها ودنيتها عامله ازاي. وطبعا زي ما قلت لكم انا بحترم اي حد مخالف لوجهه النظر دي او عنده راي مخالف. انتوا قولوا لي بقى ايه رايكم، هو البيع موهبه ولا مهاره بنكتسبها؟